مرحبا، بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بهذه القندورة تاع البي اللي راهي عاملة ضجة كبيرة في المواقع، رغم بساطتها جات ياسر 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 حلوة في لبستها، تهبل في لبستها البنات. كما قلت لكم سامبل يعني بالبي، وهذاك القالون ماهيش مكلفة، يعني ماش راح تجيكم بزاف غالية. فقط بالبي وهذا القالون البنات. شوفوا كيف ما تجي. انا درت لها انا تغيير، هو في الموديل الاصلي مداري لها مراوح، انا درت هذا المانش كورباي لانه الكتان ما كفانيش وخرجت ياسر تهبل يعني بهذا لي مانش. عندنا مترتين تاع الفيبران هذا. شوفوا الفيبران فيه هذا الكولير، فيه الجون، فيه الموتارد، فيه الفير، فيه البلو، فيه البلون، فيه النوار، يعني تقدروا تخيروا اي لون من هذه الالوان، ولكن انا اخترت الالوان يعني اللي راح يتناسقوا مع بعضهم. لازم نختاروا الالوان بعنايه، لذا خيرت هذاك الجون والبلو سيال. كنت قادرة ندير الجون ثاني والفير يخرجوا على بعضهم، مي انا تعمدت ندير البلو سيال والجون لانهم يجوا متناسقين ويجوا هايلين يعني. وخيرت هذا القالون ثاني كذا. تقدروا تخيروا اي نوع تاع قالون يكون بهذا النوعيه. ديت منه مترتين، ديت 4 مترات من هذا البي، طبعا مع اللون اللي يخرج عليه تاع الخيط دائما، و4 مترات تاع البي هذاك البلوسيان. يعني 4 مترات داروا لي هذه القندوره بالتمام والكمال. نقول بسم الله وعلى بركه الله. نروحوا هنا طبقت الكتان تاعي على 4، وهنا من الفوق ضفت له يعني ورق طوله 8 سنتيم وعرضه 19 سنتيم كيما عرض الكتيفه، لانه صراحه الكتان ما كفانيش البنات. الكتان بعد ما شربته نقص لي 4 متر، يعني تخيلوا من مترتين رجعت القندوره مترتين غير 4 فيها، والمرة طويله شوي وبصحتها يعني ما كفتنيش. راح ندير الداخل في الخارج، ما كفتنيش في جهه الارض، راح جهه ضيقه، لذا درت كيما هكذا الطريقه نطبقوها على 4. يعني استيس البنات كطيحوا في هذا المشكل اعملوها كيما هكا. هذيك الورقه من بعد راح نعوضها بكتان، يعني بلي شيت اللي يقعدوا لي في الجوانب بعد ما نفصل قندورتي راح نعوضها بالكتان تاعي عادي. الرقبه حليتها ب9، حليتها اولا ب7 البنات، لانه 7 هذيك هي لازم تعينوها، مهما حليتوا الرقبه تاعكم ب10 ب11 المهم لازم تعينوا هذيك 7 باش نهبطوا بها في الارتفاع تاع الرقبه. نهبطوا من نقطة الأساس دايما اللي قدام الرقبة، يعني اللي حددنا بها 7، نهبطوا 16 سنتيم اللي هي المسافة بين الإبطين. ديما نقول لكم عينوا هذه النقطة، راهي مهمة ياسر ياسر البنات. كي قيست العرض تاعها لقيتو 32 سنتيم، كي نقسموه على 2 تحصلوا على 16، ونضيفوا له 1 سنتيم تاع الخياطة، يعني الكامل 17 سنتيم. نعينوها لهنا البنات. هذه النقطة سموها يعني تاع المسافة بين الإبطين سموها نقطة تركيز كما تحبوا نتوما. هذه راح من بعد نحل بها يعني في حردة الإبط نحتاجوها كي نديرو قندورة بلا الكتفين، نحتاجوها في لاكو برنسيس، لا ديكو برنسيس. هنا الصدر، ارتفاع الصدر هبط ب22 سنتيم، ودايما نخلو 1 سنتيم الفوق البنات ذيك تاع الكفة، ما نهبطوش من نقطة الأساس، بعد نهبطو ب1 سنتيم من تحتها ونعينو، لأنه من بعد فيها كفة والحق تاع الخياطة دايما نخلوه 22 سنتيم. ولقيت 29 30 ضفت له 3 ولا 33 سنتيم ربع دوران الصدر البنات. 22 سنتيم لأنه المرة شوية طويلة البنات. موالفة نهبط ب20 كيما موالفين، يعني اللي يتبعوني موالفيني كيما هكا. من الصدر للخصر نهبطو ب20 سنتيم، ولا نهبطو من نقطة الأساس لتحت ب42 سنتيم. لقيتها 28 سنتيم، ضفت لها 2 سنتيم تاع ليبان، راح نعمل فيهم 2 فقط لأنه الكتان قليل، وضفت لها 3 سنتيم تحصلت على 33 سنتيم البنات. هنا ليبان دخلت
دخلت ب10 سنتيم لي بانس تاعي، طلعت ب8 وهبطت ب12. الطول تاعها راح يكون 20 سنتيم كيما موالفين البنات. ادوها قاعده هذه ثابته، تطلعوا ب8 تهبطوا ب12، وفي الظهر نطلعوا ب12 ونهبطوا ب12. هنا من الخصر هبطنا للحوض ب20 سنتيم طبعا، ونحددوا العرض تاعو كان 32، ضفت له 4 سنتيم طبعا حسب القماش. اذا عندكم ياسر قماش دو الى ما لا نهايه، المهم خرجوا باللارج تاعكم لتحت البنات. انا هنا ما جاتنيش ايفازي القنطوره، اللارج تاعها من تحت 42 سنتيم فقط، لانه الكتان تاعي قلت لكم شرب لي 4 متر. تخيلوا 4 متر كامله، والمراه سمينه وطويله شوي، وقالت لي نحبها عريضه. درت لها هذا الحل. واش نعملو هنا؟ اللارج تاعي من تحت البنات كيف ندير هذاك الميلان، نقسم اللارج على 2 ونعملوا هذاك الميلان دائما كما قلت لكم هكا بالمتر. البنات نقيسوا الطول ونميلوا المتر تاعنا. هنا نروحوا لنقطه الاساس، نهبطوا ب1 سنتيم دائما تاع الكفه، ونميلوا نقيسوا 27 سنتيم البنات. هذا الرقبه ما تخافوش مش حاجه محلوله. شوفوا كيف ما تحصلنا عليها. شفتوا الخصر نطلعوا ب3 سنتيم. 3 سنتيم هذيك ارتفاع تحت الصدر، من النقطة تاع 16 تاع المسافة بين الإبطين للنقطة تحت الصدر نقسموها على 2، نتحصلوا على 25 سنتيم اللي هي ارتفاع الصدر الحقيقي، مش تاع الحردة تاع الإبط، هذا تاع الصدر. مهم نتوما ما تفوتوش 25 هذيا في يعني كي نحلوا الرقبه تاعنا ما نفوتوش 25، يعني ما نفوتوش للنقطه الثانيه هذيك اللي حيناها ب2 سنتيم. نطلعوا ب2 ونهبطوا ب2 دائما هكذا باش نتحصلوا على الرقبه تاعنا ما تجيناش محلوله ياسر البنات. هنا هبطت بخط مستقيم ب 16 سنتيم، ومن بعد درت خط مايل للنقطه هذيك تاع 27، نقسموها على 2 كما ممكن نديروا في الكم. يعني عادي نهبطوا ب1، ندخلوا ب1 ونخرجوا ب1، نديروا الرقبه هذه على شكل قلب بلوزه. الرقبه تاع الخلف هبطت ب10 سنتيم، قصيناها وكرونتيت هذاك المنتصف تاع الظهر اللي حنفوتوا عليه بالخياطه من بعد. هنا الكتفين نقصت منهم 1 سنتيم كي قصيت البنات كيما هكا، يعني يولي فيه 18 سنتيم عرض الكتفين. هنا المراه قلت لكم شوي سمينه وقالت لي في الخصر ما نحبش يتحدد الخصر تاعي، خليه لي عريض. خليته عريض كيما الصدر. قصوا الرقبه تاعي على شكل قلب لوزه، هبطت ب 16 كيما قلت لكم، ومن بعد درت خط مايل هذاك قسمته على 2، وكل النصف راح نطلع فيه في النصف تاعو ب1 سنتيم، يعني ندخل ب1 سنتيم ونخرج ب1 سنتيم كيما نعملوا في الأكمام. كذا نقصوا للخصر ونشوفوا الحوض تاعنا لازم يكون لداخل الحوض، عندكم تفوتوا فيه وتجيكم قندوره ضيقه. هنا نقصوا من تحت هذيك اللارج تاعنا، هذاك الميلان نحوه باش ما تجيناش قندورتنا مجونحه. هنا نحددوا لي بانس تاعنا ثاني من الجهه الاخرى، وفي الظهر ثاني بنفس الطريقه هكذا نحددوا النقاط الثلاث المهمين اللي طلعنا بها واللي هبطنا بها وتاع المنتصف في الخصر. يعني هنا القندوره نعملها زوز اجزاء، يعني جاني الفيديو طويل. الجزء الاول هنا تاع التفصيل وتاع كيفاه ديروا عفوا ديروا الرقبه تاعكم بالبي قياس تاعها بقياسات مضبوطه، والجزء الثاني راح نكملوا فيه الخياطه. هنا نروحوا اللي شيت لي فضلوا لنا راح نديروا بها الكمام مونشكور بي عادي كيما موالفينهم، عرضهم 15، طول تاعها 22 سنتيم. انا نطلعوا دائما 9 ولا 10 ونرسموا لامونش تاعنا كيما موالفينها. هنا نروحوا للجهه المغلقه ندخلوا ب4 ونطلعوا ب10 سنتيم، نرسموا نصف الدائره ذيك، من بعد نعملوا بها البي والقالون يعني كتزيين فقط. نكرونتيو المنتصف كيما موالفين كالعاده، نقصوا هذيك نصف الدائره تاعنا وتحصلوا على دومونش كوربي بهذه الطريقه البنات. هنا دوك لي شيت لي فضلوا لنا راح نفصلوا هذه القطعه هذه اللي تجينا في الكتف اللي درتها زياده. الطول تاعها 8 والعرض 9 سنتيم، والعرض تاع الكتف تاعنا. هنا نحددوا فقط يعني الاتجاه تاعها باش ما نغلطوش، نديروا هكذا السهم للتحت باللي حنخيطوا للتحت. وهنا نجيو نفصلوا يعني طبطينه تاع الامام تاعنا. شوفوا هنا طبطينه كي تحلوا الرقبه البنات، السر باش ما تجيكمش الرقبه محلوله ياسر وطايحه على الكتاف.
كي تعملوا هنا الرقبة تاعكم احكموها من التحت، ما تبدلوش القياسات تاع التحت، من الفوق عادي تقدر تمشوها حتى تحصلوا على 7 سنتيم، يعني ما نخلوهاش 9، ما نفتحوهاش ياسر، خلوها 7، ومن التحت نحكموها بيدنا كيما هكا، نخلو القياسات كيما راهي ونرسموا التبطينه تاعنا بهذه الطريقه. انا حكمتها بليزيب مانجل ونقصوها. نقصوا معاها حتى الكتف بهذه الطريقه البنات. هنا ندير لا فورم هذيك تاع الرقبه تاعي حتى في التبطينه تاعي، ونتحصلوا على هذه التبطينه. بعدا راح نديرها في القندوره تاعي كيما مولفين. انا شوفوا هذاك الزياده اللي زدتها في الكتف، شوفوا كيف ما خيطتها وحددناها، يعني ما تبانش خلاص الخياطه تاعها. ونديري ما زدناهاش البنات. حنا نخيطوا تبطينه تاعنا على بعد 1 سنتيم، الوجه مقابل الوجه طبعا، باش كي نقلبوها يجي الوجه هذاك الصحيح تاع القماش يجينا من الداخل، وتجينا لا فينيسيو تاعنا هايله. هنا كل ما نلقاو يعني تقويسه كيما هكذا نمشوا معاها بالابره يعني نحاولوا نمشوا معاها بالشكل تاع الرقبه تاعنا باش ما تغير لناش. كي نلحقوا هنا المنتصف نهبطوا الابره ونطلعوا الرجل تاعنا ونكملوا نخيطوا بنفس الطريقه نفس الاتجاه. نتابعوا فقط لا فورم تاع الرقبه تاعي هذه قلب اللوزه. اليوم قلب اللوزه فصلتها لكم بابسط واسهل طريقه بمقاسات مضبوطه تجيكم ياسر حلوه في لبستها كيما حتى نكملوا هنا بعد ما نكملوا خياطتنا راح نكرونتيو هنا، خاصة كي يكونوا لنا زوايا باش من بعد تدور لنا بسهولة. هكذا نعملوا فيها كرونتاج خفيف. كيما كالبنات. بعد راح نقلب التبطينه تاعي ونخيطها على بعد 1 سنتيم كيما موالفين البنات. طبعا درنا الرقبه تاع الخلف درت لها تبطينه تاعها وخيطتها، ولكن ما نديروش خياطه تاع التثبيت. هنا الرقبه تاعنا نحتاجو هنا ورق ابيض ولا جورنال. نجيبوا الرقبه تاعنا هنا البنات، نروحوا لنقطه تاع 16 هذيك اللي درناها تاع المسافه بين الابطين، نبداو من ثم البنات، نبداو من ثم نرسموا الحد تاعها. وهنا راني قلت لكم القنطوره راني زدت لها الكتف، يعني لقمتها كعد المراه، يعني ما كفتهاش هذا الكتان ما كفانيش. نروحوا لهذيك النقطه تاع 16، يعني من نقطه الاساس حتى ل 16، من الرقبه ل 16 سنتيم باش نرسموا يعني هذيك الرسمه في الموديل يعني الاصلي تجي من تحت، ما تجيش مخنوقه الرقبه. يعني حليتها على 9 ونعملها هنا من 16 سنتيم لتحت. الرقبه كنت حليتها ب27 يعني وهي مايله، المتره تاعي مايله. كي ديروها قد تجيكم 25 سنتيم. كي نضيفوا هذا المثلثات يعني تجينا في المعقول، يعني تجينا مسطوره ما تجيش عريانه، ما تخافوش منها البنات. هنا رسمنا الشكل تاع الرقبات تاعنا. الطول تاع المثلثات كل مثلث راح نعمل فيه 6 سنتيم هكذا يجيني في المعقول. كما قلت لكم ما ديروهمش كبار باش ما يهبطولكمش، يعني كون ديروهم كبار ما يحكموش لا فورم تاعهم، اما كي نديروهم كيما كصغار راح يحكموا لا فورم تاعهم. انا راح نضيف 1 سنتيم على طول الرقبه تاعنا هذه تاع الخياطه، لانه هزيناها على الرقبه بعد راح تكون فيها خياطه مع الرقبه وتروح هذيك 1 سنتيم. انا نبدو بالقياسات تاعنا. شوفوا انا رسمتها ونرجع لكم ندير لكم القياسات. هذه 1 سنتيم اللي ضفتها تاع الخياطه. طول تاع المثلث قلت لكم فيه 6 سنتيم كيما هكا. العرض تاعو ثاني يكون 6، هذو اللي يجوا في البدايه. ومن هيه الزاويه الثالثه راح تكون 3 سنتيم كيما هكا. انا ثاني 6، يعني كل مثلث ومثلث بيناتهم 6. الطول تاعو 6 على 6. المثلث الثالث كيف المسافة بينه 6، يعني الطول الضلع تاعو 1 6، وهذا الثاني 6، والثالث راح يكون حوالي 4 سنتيم. هذاك الثالث هو الأخير كيما كالبنات. درت هنا بالكريون فير
وهنا راح تجينا يعني هكذا البي أزرق وأصفر. وهذوك المثلثات اللي بينهم هذوك اللي حنديرهم اللي درتهم بالكريون، راح كل مثلث راح نقسمه على 2. هذاك الاول يعني كل 6 سنتيم راح نقسمها على 2 تولي لي 3. نتوما من الاول ديروا 3 3 3 وعينوا مثلثات تاعكم بكل سهوله. اطول الاضلاع تاعهم يكونوا 6 سنتيم هكذا، ويجيو متقاطعين قلت لكم بيناتهم 3 سنتيم كما راكم تشوفوا. انا راح نجيب ابره هكا خشينه ولا بانجل ولا ديروا فوق اي حاجه، يعني راح نعملوا هذا التناظر، يعني نشوفوا النقاط تاع التقاطع وهذاك الشكل تاع الرقبه تاعنا. هذوك كلنا نديروهم كيما هكا نثقبوهم بالبره تكون خشينه، يعني راح تكون طريقه افضل. خير ما تضيعوا الوقت تاعكم وتعاودوا ترسموا من الجهه الاخرى وتهزوا القياسات، نخدموها كيما هكا تخرج متناظره. هكذا كملهم كل. بعد ما نحل الورقه راح نلقى يعني ثقب هذوك كل يعني من الجهه الاخرى، راح غير نفوت عليهم نرسم عليهم يعني بالكريون تاعي. شوفوا كيف ما هم خرجوا لي هذو النقاط. نرسموا هنا لا فورم تاع الرقبه تاعنا، نعينوا هذوك المثلثات نتاكدوا فقط. هكذا نرسم، يعني درت بزوز الوان باش من بعد يعني نقدر كي نجي نركب البي تاعي ما يتخلطوليش الحسابات. كي نشوفوا بلاصه يعني ما فيهاش ثقبه راح نعاودوا نثقبوها ونكملوا نرسموا. كيما كان البنات نزيدو نرسموا بالكريون الاخر المثلثات اللي بقاو لنا. البنات هنا انا ما درتش، شوفوا بين مثلث ومثلث يعني لي نفس الكولير ما درتش بيناتهم تقاطع. من بعد كي ركبت البي درت بيناتهم تقاطع احسن يعني كيما الموديل الاصلي كيما حبات ومولاته، وخرج يعني احسن وافضل. يعني ما يعني الصوره تعبر وحدها يعني، والتصوير ما عطاهش حق الموديل. في الحقيقه خرج ولا اروع. كيما كنكملوا كامل تناظر تاع المثلثات تاعنا ونتحصلوا على هذا الرقبه كيما هكا. هذا هو شكلها. جاوني مثلث متناظرين كيف كيف يعني. هنا هذو الخطوط راح يكونوا في الوسط. هنا هكذا بدنا نركب فيها البي ونلصقها في الرقبه تاعي من النقطه اللي بديت بها اللي تاع 16 سنتيم هذيك تاع المسافه بين الابطين. هنا نروحوا نعملوا لها البي. الرقبه تاعنا البنات اللي حنعملوها بالبي بزوز الوان كيما حبتها مولاتها. تقدروا تعملوها بلون واحد البنات كيما كان تبع الخطوط اللي كنت رسمتهم بالكريون. راح نديرهم يعني بهذا اللون البلوسيال ودرتهم بالفير. راح نعملهم بالبي الاصفر البنات كيما هكا. كي نوصل لهذيك الزاويه نديرو غير شويه طيه صغيره فقط ونكملوا خياطتنا لتحت. ديما هنا كي تلحقوا لهذاك الخط البنات تاع الرقبه الشكل تاع الرقبه فوتوه شويه بواحد سنتيم ولا 1.5 تاع البي، لانه بعد راح يتحل معاكم البنات كيما هكا. هنا الخطوط فقط في الاول كي كنت رسمتهم نورمال، مي هنا قطعتهم يعني شوفوا كل خط وخط نقطعهم حوالي بينهم حوالي 1 سنتيم. كي كنت رسمتهم قدام بعضهم، مي هنا كي كنت وليت نركب فيها وليت نعمل فيهم كيما هك كل خط يجي قاطع خوه يعني كيما 1 سنتيم بيناتهم، ونفوتوا دايما بواحد سنتيم تاع البي خارج هذاك الرسم تاع الرقبه تاعنا. نخدمو هنا بالكوليره الاولى هذه البلوسيال. كي نكملوها كامله هذوك الخطوط اللي بالبلوسيال نروحوا اللي بالجون كيما هكا البنات.
نمشوا على طول نطويو البي تاعنا. كي نعقلوا هذيك الزاويه نطويو طيه صغيره فقط باش تجينا على شكل كذا مثلث، ما تجيناش مدوره. وهذا المثلثات البنات ديروا طريقتي كيما هكا تجي حيصلحوا لكم البنات كيما شفتوهم في اول الفيديو، لانه كان تعملوهم طوال ياسر راح يطيحوا لكم، ما يقعدوش شادين رواحهم، ما يشدوش لا فورم تاعهم كيما هكا. ديروهم صغيرين ما تكبروش فيهم بهذا الطريق. اذا كبرتوا فيهم راح يجوكم طايحين البنات وما تجيش لا فورم تاعهم باهيه. هذا الخط اللي يجي بيناتهم ثاني بالبلوسيال، دائما نخرج البي تاعي حوالي 1 سنتيم لبرا باش من بعد كي نجي نقطع هذيك الورقه ما يتنحاليش هذاك البي. هنا نجي ندير بالجون كيما شفتوني كي نلحق الزاويه هذيك راح ندير طيه صغيره فقط ونكملوا نخيطوا. شوفوا هنا يجيو قاطعين بعضهم حوالي 1 سنتيم بيناتهم. انا عطيتكم قياسات مضبوطه البنات بالرقابه، يعني بهذا الخطوط تاع البي عطيتكم كامل التفاصيل تاعهم. ثم عاونوني خياتي بالبارطاج وبالكومنتير وبالجيم باش تطلع القناه ويتعرفوا عليها اكبر عدد من المشاهدين، لانه التفاعل ناقص ياسر في القناه. ما فهمتش علاه يعني نجيب لي موديل جدد وبكل التفاصيل من التفاعل ناقص. هنا نكملوا مع بعض البنات، نكملوا هذوك كل الخطوط. هنا كي نكملهم كلهم راح نجيب هنا البي اي لون تحبوا بلوسيال ولا جون كيف راح ندوروا على كامل هذيك الدور تاع الرقبه اللي رسمناه في الاول كيما هكا. البي راه مطبق على 2. نمشوا بيه حتى نلحقوا هنا للمنتصف نديروا طيه صغيره ونكملوا. علاه درنا البي هذا باش يحكم لنا كامل هذوك الخطوط، ولا قلت لكم خرجوا البي تاعكم في النهايه تاع كل مثلث خرجوه ب1 سنتيم. شوفوا علاه باش يحكمهم هذا البي وما يتحلش معنا من بعد الرقبه. كيما كملنا دوكا نقطعوا البي نروحوا نركبوها كيما راها في الرقبه تاعنا، ما تنحوش الورقه حتى نتركبوها يعني في الرقبه تاعكم باش تنحوا هذيك الورق. تقدروا تعملوها في الجورنال كيما تحبوا نتوما. هنا راح نعينوا المنتصف مع المنتصف هذيك تاع الرقبه. هنا الاول تاع يعني البدايه تاع الرقبه هذه تاع البي مع هذيك الشلطه تاع 16 سنتيم هذيك تاع المسافه بين الابطين اللي بديت بها، يعني الرسمه تاعي وين بديت وين تلصقوا الرقبه. مثلا هبطوا من الرقبه لتحت ب10، كي تجيو تلصقوا هذه الرقبه حددوا النقطه هذيك تاع ال10 تاعكم. انا بديتها من 16 هذيك. طبعا مع التبطين تاع الرقبه والخياطه تاع الكتفين راح تطلع هذيك 16 تنقص. هنا نخيطوا على بعد نص سنتيم باش نحكموا ذاك البي اللي كنا درناه في الاخير اللي مشيناه كامل على الرقبه تاعنا. راح نفوتوا عليه بخياطه كيما كان ثبتوه بها راح يثبت معنا ويساعدنا. هنا نجو نحو الورقه، نحو بشويه البنات راح تنحى يعني بكل سهوله ما تخافوش منها. كيما كان البنات هنا هذه القندوره تاعنا اللي حنتحصلوا عليها. استنوني في الفيديو الثاني في الجزء الثاني تاع خياطه الرقبه كيف نخيطوها وكيف نفينيو قندورتنا. تهلوا في رواحكم ومع السلامه.